هنعمل كريب المحلات، بس هنعمله المرة دي هنحشيه عصاج. لكن لو حابين تحشوه بطاطس وجبنة، حابين تحشوه مثلا شاورما، حابين تحشوه فاهيتا، براحتكم. الطريقة بتاعته بسيطة قوي. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس اختاروا الكل علشان يوصل لكم كل جديد. هعلمك ازاي تعملي رغيف الكريب بطريقة احترافية. اهم حاجة تبقى الطاسة عندك نون ستيك، بتمسحيها بنقطتين 3 زيت بس مش اكتر من كده. الطاسة بتبقى سخنة، يعني قبل ما نحط فيها الكريب بتبقى سخنة. تمام. هنيجي بقى الكريب دي طاسة مقاس 30 او 32 مش فاكرة. هنيجي نعمل الكريب بناخد يعني مقام كده كوباية الا ربع او نص كوباية ومعلقة حسب ما تاخد الطاسة بتاعتك معاكي. اهم حاجه انك الكريب لما تيجي تنزليه في الطاسه بتنزليه في المنتصف، وبعدين تميلي الطاسه وتلفيها بقى لغايه لما تلاقيها كلها غطت الطاسه. هتشوفوها دلوقتي معايا. بصوا معايا هنا، انا نزلت في المنتصف. تمام. هلفها داير ما يدور على الطاسه لغايه لما كلها تتغلف بالخليط بتاع العجينه بتاعت الكريب. تمام. في حاجه هنا، الدقيق انواع مختلفه، كل دقيق بيختلف عن النوع التاني. لو لقيت الخليط بتاعك تقيل قوي سميك، خففيه بربع كوبايه ميه. لقيتيه حلو خلاص يبقى تمام كده زي الفل. هتيجي بقى خلاص كده هنسويها. هتلاقي الاطراف بتاعه الكريب هنا بدأت تتخلع، دليل ان الكريب هنا التسويه بتاعته يعني صح، ماشي صح. تمام. اول ما تلاقيها كلها ما فيهاش نقط بيضه خالص بتاعه عجين، هتلاقيها كده خلاص من تحت اخدت لون. وخلي بالكم اول كريبايه دي بتبقى تجريبيه، يعني ممكن تلاقيها حلوه ممكن تلاقيها مش حلوه. عموما الاول كريبايه دي هي التست بتاعك ان تعرف الكريب بتاعك صح ولا لا. لو العجينه تخينه معاكي زي ما بقولك هتعرفي من اول كريبايه، هتعرفيها ان هي تقيله حتى مش خفيفه مش حلوه. لو لقيتيها بقى تقيله خالص لا، هتخففيها بربع كوبايه ميه. كده انا مستويتش معايا لونها ابيض، هسيبها سنه كمان. اول ما تاخد لون ذهبي معاكي من تحت اقلبيها على الناحيه التانية. مش لازم تاخد يبقى فيها نقط كده مثلا بني، لا، لان احنا كده كده هنديها اصلا صدمه. هتلاقيهم كلهم يعني الوان مختلفه، هتلاقي واحده لونها مديكي على ذهبي، هتلاقي واحده زي كده حتت ذهب وحتت بيج، مش مشكله. كده كده هتاخد صدمه بعدين. اهم حاجه تبقى مستويه من الناحيتين. دي الطريقه الصح بتاعت الكريب. ده المنقط اللي انا بقول لكم عليه، يعني في حاجات لما بتستوي بتاخد الشكل ده من تحت. هوريكم الكريب تاني واحنا بننزله في الطاسه. بتنزلي في المنتصف وتلفي الطاسه كلها داير ما يدور كده بحرفنه، هتطلع معاكي زي الفل. شوفوا المقاس اللي انتوا حابينه. بعد ما انا عملتها كده ولفيتها في الطاسه كلها، هحطها على البوتاجاز. اول ما تخلع من الاطراف زي ما شفتوا كده في البدايه، خلاص كده يبقى تمام. هتاخد لون من الجهتين. اهم حاجه كل واحده كل قطعه كريب هتلاقيها مختلفه في التسويه غير التانية، لان احنا ما بين كريب وكريب بتاخدي الطاسه بتهويها شويه. ما ينفعش تبقى على البوتاجاز وتنزلي فيها بالعجين بتاع الكريب معاكي، لا ما ينفعش. شيليها على البوتاجاز، ما ينفعش تبقى فيها سخونه جامده قوي. وده شكل الكريب بتاعنا بعد التسويه. هنيجي بقى نعمل العجينه بتاعه الكريب. هاتي بوله انزلي فيها ب3.5 كوب حليب. هما مش 3.5 حليب، هما كوبايتين حليب وكوبايه ونص ميه. وممكن يبقى كوبايه ونص حليب وكوبايتين ميه. تمام. هننزل معاهم كمان بنص معلقه فلفل اسود ونص معلقه صغيره ملح او معلقه براحتك حسب ما بتحبي. بعدين هننزل معاهم ب3.5 كوب دقيق اللي هو الطحين يعني. كلنا عارفين ان الكريب بتاع المحلات بيضاف له بيض، يعني في المحلات بيعملوا كيلو دقيق عليه حبتين بيض، مستحيل يعملوه من غير بيض. التورتيلا ده من غير بيض، ده عيش بيستوي على البوتاجاز. لكن الكريب لازم يضاف فيه بيض يا جماعه. هو نص كيلو، او لو عملت على فكره اكتر من نص كيلو، يعني عملت 600 جرام دقيق هضيف لهم بيضه برضو. ده الكريب الاقتصادي اللي بيتعمل بره. هنا ضفت عليهم بيضه، وبعدين هنضيف عليهم الدقيق، هنضيف الملح والفلفل الاسود. هنا هننزل بنص كيلو دقيق. بعد ما تخلطيه بنصفيه، لانه وارد يبقى فيه تكتلات. هتخلطي يا اما بالهاند بلندر يا اما بالخلاط، حاجه من الاتنين يعني ده او ده. انا هخلط كده بالهاند بلندر وبعدين هصفيه. هوريكم كل حاجه كده. خلاص احنا بنخلط لغايه لما وصلنا للقوام ده، خلاص هنجيب بوله تاني ونصفيه. هنا هنصفيه. بعد ما نصفيه مش هنلاقي اصلا غير حاجات بسيطه خالص، تكتلات يعني لا تذكر. بعد ما هنركنه بقى شويه، ربع ساعه تلت ساعه يرتاح. لازم العجينه بتاعه الكريب ترتاح. هقول لكم بقى ازاي تعرفي ان الكريب انت عاملاه صح ولا غلط. بصوا للحركه دي حركه نجاح الكريب. حطي صبعك ما بين كده المعلقه وهي متغطيه، لو لقيتيهم ما لموش على بعض كده تمام زي الفل، انت ماشيه صح. هتركنيها ترتاح.
هتيجي بعدين بقى لما تسويها، علشان كده بقول لك اول كريبايه دي بتبقى التست بتاعك، التجربه، تعرفي العجينه بتاعتك تقيله ولا خفيفه. لقيتيها تقيله، لان دي بيختلف في امتصاص السوائل، لقيتيها تقيله زودي كوبايه ميه، لقيتيها حلوه خلاص. طبعا شفتوا بداية الكريب واحنا بنسويه في اول الفيديو. خلاص دلوقتي ادي الكريب بعد ما احنا سويناه. هنحشيه بقى بطريقة مختلفة، مش الطريقة اللي هي بنتنيه يبقى نص وبعد كده نحط في المنتصف الحشوة، وبعدين نقفل الطرف الشمال والطرف اليمين، بيبقى معصعص ومقرود حلو، واحنا مش عايزين كده، احنا عايزينه حلو كبير يشبع. يعني لو الشخص مثلا اكل 2 كده رضا زي الفل الحمد لله. بصوا بقى، ده انا هعمل كذا واحد بكذا طريقة. ده انا هحط عليه كاتشب ومايونيز، بس هلخبطهم كده كلهم يعني بالمعلقه، خلطبيطه هخليها يعني. وبعد ما اضيف عليهم المايونيز هنزل بقى بالعصاج. لو انت حابه تعملي بقى بالفراخ اعملي برضو العصاج، انا مصوراه هتلاقوه برضو اخر الفيديو، بس هخليه لكم يعني على السريع علشان الفيديو ما يطولش، لان احنا عاملينه كده من الالف للياء كده. خلاص انا حطيت دول، احنا قسمناه الاول بالسكينه. هنحط ربع عصاج، وهنحط ربع بطاطس محمره، وهنحط ربع مخلل ايا كان بقى، زيتون او خيار، وهنحط ربع جبنه موتزاريلا. كده يبقى انتي حطيتي 4 حاجات. حابه بقى تشكلي حاجه تاني براحتك، لو حابه تحشيه بس بطاطس احشيه، يعني اللي انت حباه، كل واحد يحشيه بالطريقه اللي تعجبه. ممكن تحشي بطاطس وخيار وربع تاني بطاطس والربع تاني جبنه موتزاريلا، وممكن تحشي تحطي مثلا فلفل اخضر معاهم، اللي انت حباه. الحشوه دي ترجع لكل واحد. انا خلاص كده خلصت الحشوه بتاعتي. تعالوا بقى للتطبيقه. اهم حاجه فيه انك تعرفي تطبقيه، تاخدي اول ربع وتقفليه وتدوس عليه، اضغطي، اهم حاجه لازم تضغطي. تعالي على الربع التاني اللي فيه البطاطس واقفليه، بس البطاطس خليكي رصاها بالطول علشان تعرفي تقفليه، يعني لحظه تبقى طوليه. هنحط عليها كاتشب هنا تاني وهنقفل الربع. تعالي هنقفل تاني الربع اللي هو عليه الزيتون، وممكن كنا حاطين خيار بس انا ما عنديش مخلل خيار كان. هنقفل برضو الربع التاني. لو لقيت حته زياده من الكريب قصيها بالمقص، لقيتيه تمام زي الفل خلاص الحمد لله زي الفل على كده. ده كده شكله. هوريكم واحد تاني كمان. بصوا احنا فتحناه بالسكينه. هنجيب بقى الحشوات، هنحط مثلا الربع ده هنحط جبنه موتزاريلا، وممكن نحطه كان بطاطس مفيش مشكله. هنحط هنا عصاج براحتك، الحشوه العبي فيها براحتك ورصيها زي ما انت حابه. وهنحط مثلا البطاطس، يعني راعوا، انا رصها عبط كده في هبل، راعوا تبقى بالطول علشان تعرفي تقفليه بكل بساطه وسهوله، ما يتعبكيش في التقفيله بتاعته بس. والربع التاني يضيفوا فيه اللي انتوا حابينه، يعني كل واحد يضيف براحته. انا برضو هضيف زيتون. الربع قفلي الربع ندوس عليه، قفلي تاني بقى الربع التاني ودوسي عليه، وادخلي على الربع التاني. كل ربع لازم تدوسي اضغطي، ليه؟ علشان ما يبقاش الكريب معاكي عالي كده ومقلبز، لا. ويراعى زي ما قلت لكم، هقول تاني البطاطس خليه بالطول. هنا هيكون في حته زياده معايا، انا هقصها بعدين بالمقص، لان وانا بدوس عليه وانا بتنيه ففي حته دوستها شويه، يعني قفلتها اقل من الربع، فنتج معايا طبعا حته زياده. ده شكله خلاص. بالنسبه للعصاج هنا، هاتي طاسه، هاتي وok، انزلي فيها بمعلقه زبده وزيت، انزلي فيها بربع كيلو بصل مع 4 فص توم او 5، دبليهم مع بعض، قلم بيهم بس كده يتقلبوا، شم ريحه التوم. بعدين انزلي باللحمه. اللحمه انا ضايفه هنا ربع كيلو، بعمل ربع بصل لربع لحمه. بعد ما دبل معايا البصل نزلت باللحمه بتاعتي، هقعد اضغط عليها طبعا افرفتها كده شويه، وهنقلب فيها لغايه لما تديني اللون الجراي الرمادي. بعد ما تديني اللون الرمادي هنزل بالبهارات بتاعتي. البهارات طبعا دي اختياري زي ما انت تحبي، في حاجات ممكن انا هضيفها انت مش هتضيفيها. انا هضيف هنا فلفل اسود، وهضيف نص معلقه قرفه، وهضيف نص معلقه بتاع ده جنزبيل، وهضيف كمان معلقه صغيره بهارات مشكله، وهضيف نص معلقه بابريكا. بس ده اللي هضيفه. لو حابين تضيفوا كزبره ناشفه ضيفوا، انا ضفت هنا نص معلقه كزبره. اللي حابب يضيف الحاجات دي يضيف، مش حابب وحابب يكتفي بالملح والفلفل الاسود ومعلقه بهارات مشكله براحته، خلاص مفيش اي مشكله. بعدين هنقعد نقلب فيهم لغايه لما تستوي اللحمه وخلاص، واطفي البوتاجاز عليه. كده العصاج اعتبروه خلص، اعتبروه انتهى. لو انتوا حابين تضيفوا على العصاج بقى بعد ما يستوي، حابه تضيفي فلفل اخضر، فلفل احمر، حابه تضيفي طماطم براحتك، يعني تعملي حشوه تاني مختلفه غير ما انا عاملاه بس عصاج لوحده، شيء يرجع لك. يعني انت العبي في المكونات براحتك، غيري في الحشوه زي ما انت حابه، حسب ذوقك وحسب اكلك ايه. ده كده شكل العصاج بتاعنا بعد ما استوى خلاص. هنيجي بقى نعمل المايونيز السريع.
اللي هو بدون بيض. هنجيب هنا معانا 2 مثلث جبنة وتلت كوباية زبادي، يفضل تبقى في التلاجة مش في درجة حرارة الغرفة، لا انا عايزاها في التلاجة، عايزاها ساقعة. الزبادي في المايونيز احلى من الحليب. انا كنت بعمل قبل كده بالحليب بس جربت ليا فترة الزبادي، لقيت الزبادي احلى وبتديني تيست احلى. هتعملوا ايه بقى؟ هنا احنا مش بنضيف زيت، انا ماليش دعوه بالناس اللي بتضيف كوبايه زيت خالص، انا هضيف ربع كوبايه زيت، وهقول لكم كمان ممكن نضيف معلقتين ازاي. بس الاول هكمل الكلام. هنا هنضيف معلقه صغيره سكر وهنضيف معلقه صغيره خل. لو انت حابه تضيفي معلقتين زيت يبقى هنخلي الجبنه 3 مثلثات، لو هتضيفي ربع كوبايه زيت يبقى هنخلي الجبنه مثلثين فقط لا غير. تمام كده خلاص خلصنا كل حاجتنا. هنضيف بقى الزيت. المرة دي انا عملتها ب2 مثلث جبنة و3 معالق زيت اللي هم ربع كوباية. علشان كده بقول لكم لو انتوا حابين تخلوها الزيت قليل معلقتين يبقى هتخلي الجبنة 3 مثلثات. كده بعد ما حطينا الزيت هنخفقهم تاني لغاية لما القوام معاكي يبقى كريمي. بعدين بناخده في بولة بنحطه في التلاجة، هتلاقيه تقل معاكي ومش هتحتاجي تزوديله اي حاجة تاني. تحفة، طعمه جميل جدا وحلو وبسيط. وكده يبقى حصلتي على مايونيز حلو في البيت سريع بسيط ما بياخدش وقت. حطوه في التلاجة هتلاقوه تقيل شوية. كده خلاص خلصنا المايونيز. هنيجي بقى نجيب الطاسة بتاعتنا هننزل فيها بمعلقة زبدة وزيت وهندي صدمة للكريب. بعد ما نديله صدمة الكريب هنقدمه والحمد لله خلصنا. هي الوصفة طويلة والكريب بياخد وقت عموما. لو هتعملي الحشو بالكريب بكله ماكسيمم هياخد معاكي من ساعة لساعة ونص، ساعة وربع. ما حدش يكذب عليكم ويقول لكم ده ربع ساعة وتخلصوا، لا لا لا، هياخد معاكي فوق الساعة. وبس كده، واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب.